السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ مزيانين؟ احوالكم طيبه؟ عواشركم مبروكه، وكنتمنى لكم عيد فطر سعيد بالصحيحه والسلامه وكل المتمنيات ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا هذا البلاطو ديال العيد الهماوي، اختاريت نشارك معكم هاد الحليوه هادي ديال صابلي بريستيج، لان الحليوات اللي باقين اللي كتشوفوا في البلاطو فايت لي شاركتهم معكم في القناه. فهاد الصابلي هذا بريستيج جاتني بزاف ديال الطلبات انني نشاركه معكم، حيت فايت لكم شفتوه عندي في واحد الفيديو قصير ديال واحد الطلبيه. هاد الصابلي هذا بريستيج كيجي رائع جدا، فبزاف الناس اللي بغاو يديروه في هاد العيد وبغاو يديروه في الطلبيات ديالهم ديال الاعراس ما وراء العيد ان شاء الله. فالحلويات الاخرى رجعوا ليهم عندي في القناه، وهاد الصابلي هذا غادي نعطيكم المقادير والطريقه الان. عندنا 200 غرام ديال الزبده، كاس ونص ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت، جوج د البيضات، معلقه صغيره د القرفه، جوج معالق د العسل، كاس ديال المايزينا، عندنا البندق مطحون، وعندنا هادو المقادير ديال الطرون، الشوكولات وماريا والبندق. بالنسبه للنوازيط، استعملنا فقط 125 غرام ديال البندق، فما استعملناش بزاف، خلينا حبات للتزيين. والنص طحناه وعملناه مع العجين، والنص مع الطرون. فكنخدموا 200 غرام الزبده مع كاس ونص ديال السكر سنيده بالقياس ديال كاس ديال العنبه مملوئين مزيان. اما بالنسبه للزيت فكنديروا كاس ديال العنبه غير مملوء، كنعملوا قبيصه د الملحه، وكنخدموا الزبده وسنيده مزيان. من بعد كنزيدوا كاس ديال الزيت كيف ما كتشوفوا، كاس يعني كاس صغير. كنخدموا كذلك الزيت مزيان مع الزبده. من بعد كنزيدوا جوج ديال البيضات. كنبقاو غاديين تدريجيا كنزيدوا المقادير شيئا فشيئا. من بعد جوج بيضات كنزيدوا جوج معالق كبار ديال العسل، بامكانكم تعوضوهم بالمربى. عندنا كاس كبير ديال مايزينا قياس ديال كاس العنبه. من بعد كنزيدوا النوازيط مطحون، بندق كنديروا مطحون، وكنديروا معلقه صغيره ديال القرفه. حتى القرفه كذلك اختياريه، اللي ما كيعجبوش المذاق ديال القرفه بامكانه يستغني عليها. من بعد كنديروا الطحين، كنبقاو نغربلوا الطحين وكنزيدوا على حسب الخليط. المهم العجينه تكون عندنا لينه. بالنسبه للماريه كنطحنوها مزيان تتولي غبره. البندق كنقسموه نصفين ديال الزواق، والباقي كنطحنوه باش كنزيدوه مع الطرون. العجينه هي هذه كيف ما كتشوفوا، خصها تكون عندنا رخوه جدا باش الصابلي ما يتجمعناش. كنديروها في بلاستيكه ونخليوها على جنب ترتاح. وكناخذوا هاد الماريه هذه اللي طحناها مزيان، وهاد البندق حتى هو اللي طحناه مزيان حتى كيوليو غابره. وكنديروا واحد بان ماغي، وكنديروا الشوكولاط يذوب. عندنا نصف كيلو ديال الشوكولاط ابيض، النوعيه ديالو غالا. كنخليوه حتى كيذوب تماما، عاد كنزيدوا الباقي ديال المكونات. بالنسبه لهاد المقادير ديال الطرون هذه كتعطيني 25 حبه ديال الطرون على هذاك الشكل اللي شفتوا معايا. اما بالنسبه للمقادير ديال الصابلي فكتعطينا 75 حبه ديال الصابلي، 75 قطعه. فاذا بغيتو تزينوا ديك 75 قطعه كامله بنفس الطريقه فكتضاوبلوا المقادير ديال هاد الطرون، كتضاوبلوه يعني على 3 ديال المرات. فكيف ما كتشوفوا معايا كنزيدوا ماريا اللي مطحونه، وكنزيدوا النوازيط، وكنبقاو نخلطوهم حتى كيولي عندنا الخليط فحال هكا، يعني معجون سائل. وكنبداو نخدموه في هاد لي مول ديال السيليكون اللي كيكونوا على شكل دائري كيف ما كتشوفوا فحال هكا. كنبقاو نخدمو، كنملئو مزيان هاد لي مول، كنضغطوا عليهم مزيان باش ما يبقاوناش الفراغات وما يبقالناش الهواء لداخل، باش ما يجيوناش داك التقيبات ملي نديموليوهم. وكندخلوهم للثلاجه، الا كنا مزروبين كندخلوهم للمجمد.
ملي كيشدوا راسهم كنخرجوهم وكنحيدوهم من المول. بالنسبه للصابلي كنخليوه يرتاح واحد ثلث ساعه حتى لكاع نص ساعه، وكنبداو نخدمو فيه. كناخدو جوج ديال الورق السلفيليزي وكنبداو نخدمو. طريقه سهله ديال هاد الصابلي، خاصها غير شويه ديال الصبر والدقه، وكيجي الصراحه رائع جدا. فالعجينه من بعد ما ارتاحت غادي نطلقوها بالمطلق على بلاستيكه اولا ورق ديال السلفيليزي. كنطلقوها السمك ديالها يكون غليظ شويه، ما تكونش رقيقه حيت ما نلصقوش هاد الصابلي. فكناخذوا هاد المرشم هذا اللي متوسط، يكون يلاه فايت لنا واحد شويه كيف ما كيبان لكم السمك ديال الصابلي. تمشيو على هاد القياس هذا العجينه كامله. المرشم متوسط يكون يلاه فايت شويه داك المول ديال السيليكون اللي غنديروا به الطرون. من بعد ما تحمر الصابلي خرجناه من الفران، طيبناه على درجه حراره تكون مهيله. تكون درجه ديال الحراره من الاحسن 150. من بعد ما كنحيدوا الطرون من المول ديالو كنديروا له الجليكوز وكنلصقوه على الصابلي. عندنا ورق الذهب والجليكوز والبندق، هادو هما الحاجات اللي غنحتاجو للتزيين. والشوكولات دائب ابيض كنلصقوه بالجليكوز هاد الطرون، اولا بامكانكم تلصقوه بالشوكولاته البيضاء. فمن بعد ما كنديروا هاد الخطوط ديال الشوكولات الابيض كنلصقوا هاد جوج ديال نصيصات ديال النوازيط، وكنديروا اوريقه ديال الذهب وكنقدموهم في الدونطيل. وديك هاد السليلات ديال المحنشه هاد اللي كيكونوا بحال الكويرطات ديال المادلين وهما مثقبين بحال ديك الفريرشات ديال باستيلي، وهما كيكونوا مشبكين. كيجيو الصراحه رائعين ومزيونين. كنكملوا الكميه ديالنا كامله، كنزوقوها بنفس الطريقه. كنديروا الخطوط ديال الشوكولات في واحد بلاستيكه ولا جو طابل، كنديروا خطوط رقيقه وكنديروا فوق منهم هاد الانصاف ديال البندق، وكناخذوا ورق الذهب وكنزينوا به. كيجي صابلي راقي جدا ومذاق ولا اروع، يحمر لكم وجهكم مع الضيوف ديالكم في العيد، وديروه في المناسبات. كيجي الصراحه رائع جدا، كلشي كيحمق عليه، لا في المذاق لا في المنظر. كيف ما كتشوفوا كيفاش جانا هذا البلاطو متحف بهاد الحليوه هذه. عيدكم مبارك سعيد وبسلامه عليكم.